اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين بقى ايه؟ انا اشتغلت صنايعيه اليومين دول. دي الحيطه اللي هي المعجونه البارزه، كنا احنا بقى ايه خلاص بنشطب، وانا فرشت على فكره الاوض بس فرش مؤقت يعني مش كامل. إيه، لان في مفاجاه كده هقول لكم عليها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. شايفين بقى انا بعمل ايه؟ هو جوزي ادالها زي معجونه كده اللي هي الخشنه البارزه اللي كنت عملتها معاكم انا وهو في من يجي كام يوم كده. فقلنا بقى ايه نديلها اللي هو اللون الابيض ده، مش عارفه ده ايه. ده تقريبا بلاستيك، مش عارفه هو حاجه لامعه اهي. وقال لي بقى ايه ادهني معايا كده ايه جزء. شايفين حتى هي لونها بيش خفيف وانا بدهن ابيض. إيه الفرشه فيها ابيض اهي. انا على فكره شماليه يعني بمسك السكينه بالشمال وبمسك اي حاجه بالشمال، بس طبعا المعلقه باكل باليمين. فبديلها وش كده. فهو ايه انا كنت بشتغل من تحت فقام قايل لي لا اعملي من فوق لتحت كده. المهم خلصنا الحيطه الصبح كده وقلت اجهز الفطار بقى للعمال على ما العمال جم. احنا عاملينها قبل ما العمال يجوا. شوفوا بقى احنا عملنا ايه. عملنا بطاطس وطعمية وتونة وفول بالطحينة، وكمان بامية وجبنة ومخلل وخضار. اه فطر والحمد لله. وتعالوا نشوف الغدا. الغدا ما الفطار ما بعملوش معاكم كامل لانه فطار تقليدي عادي يعني زي اي فطار اه اي حد بيعمله. انا طبعا غسلت الرز ونقعته شوية وجبت سمك، كنا في جمصة جبت سمك. وكمان اه قلت اعمل رز صيادية. الرز الصيادية هعمل ايه؟ خرطت بصلتين في الزيت لغايه اما درجه حمرهم. شايفين اللون اللي هو قبل المحروق اللي هو اللون البني ده؟ هو ده اللون الحلو اللي انا بحبه في الرز الصياديه. وكمان احسن حاجه في الرز الصياديه، في ناس كتير بتعمله بالبصله نفسها، تحس ان في نقط سودا كده في الرز. لا انا مش بحب كده. انا بسوي البصله شويه زي ما انتم شايفين بنص كوبايه ميه، واحط لها شويه كمون واسيبها تغلي حوالي دقيقتين 3 كده، عشان تنزل الصوص الاسمر اللي هو اللون البني ده في الميه نفسها. وساعه ما هينزل في الميه معايا انا هستفيد بالميه، مش هاخد قشر البصل خالص. انا خدت اللون والطعم وكل النكهات اللي في الميه، وسبت البصل نفسه عشان ما يبقاش غامق. ده كمون. انا بحب احط كمون في الرز الصيادي. هسيبه بقى يغلي لغايه اما خلاص احس ان الميه بقت بني كده. هي بتقل في ساعتها على فكره، من غلوتين 3 بتلاقي الميه البصل شربها واتنفخ كده. ده مكعب مرقه سمك. مرقه سمك انا لقيته في كارفور، كنت اول مره في حياتي الاقي مرقه سمك. كنت بلاقي بهار سمك بس ما بلاقيش مرقه. حطيت مكعب مرقه سمك اهو. هدي بقى تقليبه. شوفوا الميه كل شويه بتغمق ازاي اهي. كل فتره كده تدي لها تقليبه، كل دقيقه تدي لها تقليبه. وخلاص هطفي عنها النار وهصفيه. مش هتاخد اكتر من كده. بمصفى بقى الرز مغسول في الحله اللي هناك. انا مكبره الحله زي ما قلت لكم، دي الحله اللي انا شاريها معاكم في المشتروات. مكبراها على قد زي ما قلت لكم عشان خاطر عندي عمال. ادي شكل الرز. شايفين الميه بتاعته شفافه وزي السكر اهي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل شايفين قطعتين البصل اللي نزلوا دول لونهم بيبقى اسمر خالص. هنزل معايا بالبصل. شايفين الميه اللي بتنزل لونها بني غامق. وهعمل حركه كمان دلوقتي اقول لكم عليها. هنزل المصفى كده في الميه واضغط اهو. طيب ازاي يعني؟ علشان خاطر كل الصوص اللي فيها ينزل في الميه اهو. شايفين اللون عامل ازاي؟ بني غامق خالص. يعني هو ده اللون اللي انا بحتاجه. وهخلص خالص تصفيه وهظبط الملح بتاعي وهغطي على الرز ساعه ما يتشرب وينشف ههدي عليه. وطبعا طلعت شويه السمك شويتهم معاكم كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هعمل لهم اكله حلوه كده ان شاء الله هتعجبكم قوي. كده يبقى تمام. انا خلصت ايه الرز. هحط له الملح بتاعي وهسيبه. هديله بس تقليبه لان طبعا اللون على وش الميه. يعني هقلب كده عشان الميه البيضه اللي تحت والرز الابيض اللي تحت ياخد من نفس طعم البصله والكمونه والمرقه وكل حاجه. شايفين اهو. كده كله بقى لونه بني. والنار طبعا شغاله على اعلى حاجه لغايه اما ينشف كده ويشرب الميه بتاعته. عملنا الرز الصياديه في 5 ثواني، ما بياخدش وقت معايا خالص. يعني هو اقرب كمان من الرز ابو شعري. وطعمه حلو مع السمك المشوي كمان، او المقلي عامه. يعني اي نوع سمك الرز ده ما بيتعملش الا مع السمك. كده تمام قوي. عملنا الرز وخدنا اللون من غير ما ناخد شكل النقطه السوداء اللي بتبقى في الرز. ده الرز معانا شايفين جماله. وعملت سلطه ومخلل وكان عندي سردين شبرم اللي هو الصغير البليم اللي هو اللي فيه بطاريخ ده شويته اهو. والف